بنك خاص بيغير اسمه وبيطرح أقوى شهادات الادخار الذي خطف عملاء البنوك بعائدها الضخم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايب لك في فيديو النهارده اخبار كويسه جدا جدا. الخبر الاول معانا نتعرف على البنك الشهير الخاص الاستثماري اللي غير اسمه وطرح شهادات قويه، شهادات ادخاريه. مش بس كده، كمان ده بينافس بيها البنوك الاستثماريه الاخرى. الخبر الثاني معايا في الجزء الثاني في فيديو النهارده جايب لك اقوى حساب جاري بعائد يومي في البنك الاهلي المصري. عاوز تعرف؟ تعالوا بينا. انا رامي غازي وده اقتصاد 360. ولو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك، سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. تعالوا بينا. مين بقى هو البنك الاستثماري الخاص اللي غير اسمه؟ البنك ده اسمه الاهلي المتحد. لو كلنا نعرف البنك الاهلي المتحد اللي كان موجود في اغلب مناطق جمهوريه مصر العربيه، دلوقتي غير اسمه بقى بيت التمويل الكويتي، بالظبط زي ما سمعت، لان هو اصلا اصوله كويتيه. مش بس كده، كمان ده لما غير اسمه بيت التمويل الكويتي ما وقفش لحد كده، ده اتعمل كمان موافق لاحكام الشريعه الاسلاميه. طرح شهادات كتيره جدا هنتعرف مع بعض النهارده عليها. اول شهاده معانا وهي شهاده فيليكس، والشهاده دي شهاده دولاريه. والشهادة رقم 2 معايا شهادة الأفراد بالجنيه المصري. والشهادة رقم 3 معايا وهي شهادة بلس. والشهادة رقم 4 معايا وهي شهادة بريميوم. والشهادة رقم 5 معايا وهي شهادة سمارت. ولازم تعرف حضرتك إن الشهادات دي كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يعني دلوقتي بيت التمويل الكويتي زيه زي البنوك الإسلامية، زي بنك فيصل وبنك البركة وغيرهم. تعالوا مع بعض بقى نعرف تفاصيل الشهادات دي، وهنتكلم كمان في الجزء الثاني في فيديو النهارده عن حساب الجاري ذو العائد اليومي الصادر من البنك الاهلي المصري. هنعرف مع بعض تفاصيل الحساب ده ومميزاته وايه سعر فتح الحساب ده. تعالوا بينا. تعالوا بقى نتكلم على شهادات بيت التمويل الكويتي الجديد. اول شهاده معانا وهي شهاده فيليكسي، ومده الشهاده دي من 3 أو 5 سنوات على حسب رغبه حضرتك. بيقول لك هنا ان الاداء التنافسي المتوقع بيضاف شهريا او ربع سنوي، والحد الادنى للمبلغ الاولي لكل عميل هو $1000. وبيبدا حساب الربح من اليوم التالي من تاريخ شراء الشهاده. وعندك كمان امكانيه الحصول على تمويل بيصل ل 90% من قيمه الشهاده لو انت عاوز تمويل سياره او غيره. تاني شهاده معانا وهي شهاده الافراد بالجنيه المصري. فئه الشهاده هنا من اول 1000 جنيه، ومده الشهاده من 3 الى 5 سنوات على حسب رغبتك. وبيبدا حساب الربح من اليوم العمل التالي من تاريخ شراء الشهاده. والحد الادنى لاصدار الشهاده 5000 جنيه. امال ايه بقى فوق فئه الشهاده؟ بص، هو فئة الشهادة لو انت عاوز تحط اكتر من 1000 جنيه. عندك كمان امكانية الحصول على تمويل بيصل ل 95% من قيمة الشهادة، وبيتم توزيع العائد شهريا او ربع سنوي، يعني كل 3 شهور او نص سنوي او كل 6 شهور او سنوي او بعد 12 شهر حسب اختيارك انت، مش اختيار حد تاني. يعني اللي بيحدد الموضوع هنا ده انت مش البنك. الشهاده رقم 3 معايا وهي شهاده بلس، وبيتم اضافه الربح شهري واضافه العائد التنافسي المتوقع. طبعا هنا البنوك الاسلاميه مش بتعلن على سعر فايده. فئه الشهاده من اول 1000 جنيه، انما الحد الادنى لاصدار الشهاده دي من اول 50000 جنيه. وبيبدا حساب الربح من اليوم العمل الثاني من تاريخ شراء الشهاده. عندك كمان امكانيه الحصول على تمويل بيصل ل 95% من قيمه الشهاده لو انت عاوز تجيب اي حاجه. اما الشهاده رقم 4 معانا وهي شهاده بريميوم. الشهاده دي بيتم اضافه الربح شهريا، والاداء التنافسي المتوقع بيضاف شهريا. وفئة الشهادة دي من أول 50,000 جنيه، وبيبدأ حساب الربح من تاني يوم عمل من تاريخ شراء الشهادة. والحد الأدنى لمبلغ التمويل من أول 500,000 جنيه. تقدر كمان إمكانية الحصول على تمويل بيصل ل 95% من قيمة الشهادة. طبعا التمويلات دي هي بالظبط كده شبيهة بالقرض، بس البنك الإسلامي بيقول عليها تمويل. والشهادة اللي هي سمارت، والشهادة الأخيرة معانا رقم 5 واللي هي
هي سمارت، بيتم اضافه الربح شهري، وفئه الشهاده دي 50,000 جنيه. يعني الفئه بتاعه الشهاده 50,000 جنيه، انما الحد الادنى لاصدار الشهاده من اول 500,000 جنيه. عائد تنافسي متوقع بيصل ل 25% سنويا. هو هنا مش بيقول لك ان انت بتاخد عليها 25% سنويا، هو هنا بيدي لك ربح متوقع او بينافسهم على الربح العائد اللي هيدخل لك حوالي 25%. وبيبدا حساب الربح من تاني يوم عمل من تاريخ من شراء الشهاده. وعندك كمان امكانيه الحصول على تمويل بيصل ل 95% من قيمه الشهاده. لما نيجي بقى نتكلم على تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي من البنك الاهلي المصري، هنلاقي ان سعر العائد هنا بيصل ل 22% سنويا، ودوريه الصرف يومي. والحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 500,000 جنيه، والحد الادنى برضه لاحتساب العائد اللي انت هتدخل لك عليه ربح من اول 500,000 جنيه. عندك بقى شرائح صرف العائد من اول 500,000 جنيه ولحد مليون جنيه هتاخد 15%، ومن مليون وحتى 2 مليون هتاخد 16%، ومن 2 مليون وحتى 5 مليون هتاخد 17%، ومن 5 مليون ولحد 10 مليون هتاخد 20.5%، ومن 10 مليون ولحد 20 مليون هتاخد 21%. اكتر بقى من 20 مليون ربنا يرزقنا ويرزقكم هتوصل ل 22% سنويا. اما بقى مميزات الحساب ده، بيقول لك لا توجد مصاريف شهريه حال نزول الرصيد عن الحد الادنى. يعني لو انت رصيدك فضل على 500,000 جنيه وما قلش جنيه مش هتدفع اي رسوم. ومصاريف فتح الحساب ده مجانا، وامكانيه استخراج دفتر شيكات على الحساب ده. عندك كمان امكانيه اصدار بطاقه خصم مباشر بناء على الحساب ده. والحساب ده ممكن تدخل معاك فيه شريك لو انت فاتح شركه او اي حاجه، هيبقى مميز جدا جدا. عندك كمان امكانيه الاشتراك في الكشف الالكتروني للحسابات عن طريق خدمه الاهلي نت والاهلي موبايل للافراد للاطلاع على كشف الحساب الالكتروني من خلال الخدمه. ولو عايز كمان كشف الحساب الالكتروني يوصل لك على الايميل بتاعك بكل سهوله، هتقدر تسيب هناك رساله في البنك ان هم وتبلغهم بالايميل بتاعك ويوصل لك على الايميل، بدل ما تروح البنك والدوشه بتاعه البنوك وتزاحم على الفاضي. عندك بقى مصاريف اداريه للحساب ده من اول 400 جنيه سنويا، بتخصم 100 جنيه كل 3 شهور. ومصاريف كشف الحساب الورقي لو انت عايز ورق مختوم هتقدمه للسفاره او اي جهه معنيه، الكشف ده ب 75 جنيه. وبس كده. وبكده اكون وصلت الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى انك تدعمني بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.